اهلا بكم متتبعينا الافاضل. معنا المدرب الجديد المنتظر لاتحاد من تعنب هذا الاربعاء، المدرب القدير عزيز عباس. عزيز عباس معروف ساهم في صعود العديد من الانديه الى مختلف الاقسام، مؤخرا نجم مقرة ووداد تلمسان، ووصل الى مرتين الى نهائيين لكأس الجزائر وكذلك الدور نصف النهائي، وأشرف على تدريب العديد من الفرق. إذا مرحبا بك في عباس. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين القناة وحتى أنصار، خصوصا أنصار اتحاد عنابة. إذا في البداية سي عزيز، رسميا هل أنت على رأس اتحاد من عنابة أم لا؟ بطبيعة الحال كان اتصال يعني من رئيس فريق اتحاد مدينة عنابة السيد قوادرية، اللي ما كانتش يعني صعوبات كبيرة في الاتفاق لعدة أسباب. أولها اتحاد عنابة فريق كبير، فريق عريق، قاعدة جماهيرية كبيرة، فريق ما يرفضش يعني، مع الحقيقه يعني ما يقدرش يترفض يعني بالتاريخ تاعو بالقاعده الجماهيريه تاعو. نظن هذا الامر الاول اللي سهل المفاوضات وسهل الالتحاق به بالعارضه الفنيه. اذا رسميا تم الاتفاق على كل شيء. بطبيعه الحال تم الاتفاق على كل شيء، خصوصا انني وجدت مع رئيس الاتحاد عنابه نقولوا نظره متشابهه مشتركه. on a pratiquement la même vision sur l'avenir تاع اتحاد عنابة. مشروع يعني نقولوا في المدى الحالي، في المدى القريب وحتى في المدى البعيد. نظن هذا النظرة المشتركة بيني وبين الرئيس، ونظن تشاركنا فيها كل عائلة اتحاد عنابة. هذه الأمور اللي خلتنا يعني نرسم الاتفاق تاعنا مع فريق اتحاد عنابة. إذا العقد تاعكم يمتد حتى آخر الموسم؟ حتى آخر الموسم. أولا راح نلتحق إن شاء الله بمدينة عنابة يوم الأربعاء، على أن تكون هناك يعني بريزونطاسيون مع اللاعبين، ونباشروا العمل تحضيرا للمقابلة الأولى ضد خميس الخشنة، ويبقى لنا مقابلة ثانية ضد خارج الديار ضد ورقلة، على أن يكون بعدها دور 32 كأس الجمهورية. وهنا رايحين نقعدوا ونهضروا على مستقبل فريق اتحاد عنابة والأهداف المسطرة من